السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في صفحة مستشارك القانوني. النهاردة هتكلم على موضوع جديد أنا ما اتكلمتش فيه قبل كده، هو مهم جدا وظهر في الفترة الأخيرة كتير قوي، آخر 3 سنين تقريبا من ساعة أزمة كورونا، من سنة 2020 طبعا تقريبا يعني. بقى الموضوع أوفر قوي، هو كان طبعا كده كده موجود بس مش بالعدد ده أو بالكمية دي. يمكن أنا أكتر فترة اشتغلت فيها أو جالي قضايا عمالية الفترة اللي فاتت ديت اللي هي الفصل التعسفي. انت رايح شغلك الصبح، الشركه فيها ازمه ماليه، اتفاجئت ان الشركه مطلعه قرار من مجلس الاداره مثلا ان في مجموعه موظفين هيستغنوا عنهم بسبب الازمه الاقتصاديه. جميل، مفيش مشكله، حقك كشركه، حقها مفيش مشكله، بس حقك انت فين بقى؟ اللي هو ايه؟ مستحقاتك. طب لو انت حسيت من الشركه ان هي مش ناويه تديك مستحقاتك، يعني مع السلامه، واخر مرتب ليك مثلا او اخر حاجه ليك ما اتصرفتش، عموله بقى، ايا كان الحاجات اللي بتبقى الشهريه بتاعت حسب وظيفتك يعني، ومفيش بقى ولا عدد سنين اللي اشتغلتها تاخد عليها مكافاه ولا تعويض ولا اي حاجه، تعمل ايه؟ اولا اوعى تمضي على اي ورقه طالما الشركه جابتها صراحه انت مع السلامه او انت مش هتكمل معانا، احنا عندنا ازمه فاحنا بنصفي الامانه. تمام؟ اوعى تمضي على ورقه ايا كانت خالص. هتروح خارج من الشركه واقول لك بقى ايه الخطوات المهمه وترتيبها كده بالراحه عشان ما تغلطش، عشان في ناس كتير بتعمل حاجات بتبوظ الشركات، بتستغلها في المحكمه، في اثناء نظر الدعوه في المحكمه، وايه وبتكسبها. تعمل ايه؟ طبعا الطبيعي انت راجل شغال في شركه بقالك بقى مثلا 10 15 سنه مثلا، اكيد معاك صوره من العقد بتاعك، متامن عليك. دول حاجتين اساسيتين، يعني ما اعتقدش ان في حد يبقى شغال في شركه ما عندوش الحاجتين دول. فبيبقى معاك صوره من العقد، تروح واخد بعضك. الشركه دي مثلا ليها مركز رئيسي في منطقه معينه وانت شغال في فرع تابع للمركز الرئيسي، تعمل المحضر فين؟ تعمل محضر للاسم تابع للمركز الرئيسي، ولا تعمل المحضر في الاسم تابع للفرع بتاعك؟ لا، انت متامن عليك فين؟ بمعنى في شركات بتبقى مأمنه على الموظفين كلها في مكان واحد، في مكتب تأمينات واحد، مجمعين كل الفروع في حته واحده. حلو؟ وفي شركات بتفتح مكتب تأمينات او بتأمن على الناس في كل فرع من فروعها. يبقى انت هتعمل المحضر فين؟ انت مكتب التأمينات بتاعك لو تابع للفرع يبقى تعمل المحضر في الاسم اللي تابع للفرع. طب انت لو المكتب بتاعك تابع للمركز الرئيسي، مكتب التأمينات، انا ماليش دعوه انت شغال في انهي فرع، انت شغال في شركه فلانيه، المركز الرئيسي بتاعها سي مثلا في مدينه نصر، وانت شغال في الفرع اللي في اسكندريه، بس تأميناتك في القاهره، بتأمن عليك في القاهره مش في اسكندريه، يبقى المحضر يتعمل فين؟ يفضل، انا بقول اهو يفضل، يبقى تابع لمكتب التأمينات التابع ليه. ان البرنت لما هيطلع من التأمينات مش هيقول ان انت شغال في اسكندريه، هيقول انت شغال في الشركه الفلانيه اللي عنوانها اللي في مدينه نصر، انا بدي مثال. يبقى الصح تعمل الشكوى في مكتب العمل اللي تابع ليه مكتب التأمينات. دي مهمه جدا ونصيحه. تمام؟ طبعا مش معناها لو انت عملت بره هيبقى واحد، بس انا بقول ايه؟ يفضل، الافضل، الاحسن ليك انت يعني. تمام؟ محضر اثبات حاله باللي حصل، وده سهل جدا. انت مجرد ما تخش الاسم معاك الورق بتاعك، انا شغال في الشركه الفلانيه ورحت النهارده الشغل عادي طبيعي، قالوا لي مع السلامه، مالكش حاجه عندنا وما فيش اي حاجه، وادي عقد العمل وادي برنت التامينات، وده لازم عشان يتثبت في المحضر، وتحط صوره من العقد من برنت التامينات في المحضر. ده محضر اثبات حاله، هو كده كده هيتحفظ بس احنا هنحتاجه قدام، فلازم يتعمل. تروح واخد رقم المحضر من الاسم وتروح رايح على فين؟ على مكتب العمل بنفس الورق اللي معاك هو عقد العمل والبرنت ورقم المحضر بتاع اثبات الحاله. طبيعي انت مش هتاخد منه صوره رسميه دلوقتي، لازم ياخد وقت على ما يوصل للنيابه ويتحفظ وتجيب صوره رسميه. تمام؟ طبعا ده مش دورك انت، انا بقول لك الخطوات اللي انت تعملها الاول. بعد كده هتعمل ايه؟ هتروح مكتب العمل تقدم شكوى في الشركه. الشكوى دي بتاخد لها مثلا، هيديك هو ميعاد لجلسه يحضرك انت او المحامي بتاعك وبيبلغ الشركه بالشكوى، تروح عشان يحاول يحل الموضوع ما بينكم وبين بعضيكم. طب ده ما حصلش، بتروح متحوله لايه؟ لايه؟ قضيه عماليه. خلاص؟ نظرها بقى حسب الدايره بتاعتك، بتروح لاقرب محكمه. طبعا ده مش شغلك يعني، انا بس بقول لك الخطوات بتاعتها في الاول. دي اهم خطوات ليك لو حصل فصل تعسفي. ما بعد كده مش بتاعك بقى، هتشوف محامي متخصص قضايا عماليه. دي مهمه جدا، لازم يكون اشتغلها قبل كده على الاقل، عشان دي ليها اجراءات وليها ورق وليها مذكرات وليها طلبات وليها حاجات كتير، وبتاخد برضو شويه وقت في المحكمه عشان الموضوع يبقى سريع. بس طالما انت هتسعى ورا حقك هتاخده،
ما تقولش يا عم ناخد من الشركه ايه، ده لو هتقعد لها بتاع في المحكمه بتاع سنه ولا سنتين، ماشي، هتصرف قد ايه وهتاخد قد ايه، هو ده المهم. وانت خدمتك في الشركه قد ايه. يعني ما يجيش واحد مثلا بقاله سنتين في الشركه وعايز ياخد مستحقات، هتاخد كام؟ دي مش هيبقى لها قيمه. انا بتكلم عن الناس اللي بتقعد فترات طويله، حتى 10 15 20 وحصل معاك الموقف ده، لا ده انت ما تسكتش. انت عارف يعني ايه 20 سنه انت شغال في شركه، ولا 10 سنين ولا 15 سنه ويقول لك مع السلامه؟ لا ما ينفعش. تمام. دي الخطوات اللي ايه بالترتيب كده تعمل كده، ربنا هيكرمك. مع ان انت تقوم محامي بتوكيل وتدي له بقى الاوراق اللي هو هيطلبها منك المتاحه معاك، طبعا اساسيها التامينات وعقد العمل، دول اهم حاجتين. وفي اوراق تانية المحامي بقى هو اللي ممكن يجيبها اثناء نظر الدعوه وحسب سيرها هتمشي ازاي. هل الشركه هتقوم محامي او عندها محامي يبقى حاضره قدامك ويحاول ان هو يكسب وقت بقى يعطل؟ انت كده كده هيتحكم لك بجميع الاحوال طالما متامن عليك، طالما معاك عقد عمل. وطبعا اكيد في اجراءات كتير دي بتاعت المحامي، بس دول موجودين هتاخد حقك، مش موجودين هيبقى فيها مشكله. عشان بس وبالاخص لو مش متامن عليك، دي يعني نقطه مهمه جدا، اهم من عقد العمل. يعني التامينات اهم من عقد العمل. تمام. انا حبيت بس اديكم المعلومه ديت عشان في ناس كتير سالتني، وان شاء الله في فيديو تاني للناس اللي هي مقبله على الشغل بتاع القطاع الخاص عموما على مستوى الجمهوريه، يعني هقول لك ايه اللي تعمله وانت داخل الشركه لسه جديد بتقول يا هادي، ايه اللي تعمله وايه اللي تاخد بالك منه وايه اللي تركز عليه عشان تبقى عارف ان الشركه دي فعلا خايفه عليك وهتديك حقك وهتراعيك وهتعاملك كويس، ولا الشركه دي يعني مستقبلا هتتعبك. نقط كده